كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هعمل معاكم الفتة. دي أكلة رسمية، يعني أول يوم العيد لازم الكل يعملها. هعملها بطريقة بسيطة كده ونمشي على الخطوات بالراحة، هنطلع أحلى طبق فتة ممكن ناكله في العيد. أول حاجة هحط معلقة من السمنة البلدي أو السمنة المتوفرة عندك في البيت. هدي اللحمة صدمة على كل جنب. أنا اشتغلت بنص كيلو من اللحمة حسب الكمية اللي انت هتعمليها. وكمان القطعية اللي اشتغلت بيها كانت موزة. هبتدي ان انا الاول اشوح اللحمة، وبعد كده هحط بقى عليها كل التوابل اللي انا حابة احطها. الطريقة دي بتخليك ان انتي يعني بتاخدي شوربة طعمها حلو جدا. في طريقة تانية انا كنت بعمل بيها الاول، كنت الاول بنزل اللحمة في مية سخنة تاخد غلوة وبرمي المية، وبعد كده بحط مية نظيفة. والطريقة دي برضو كويسة جدا، يعني انا دايما بعملها. ودي طريقة تانية، ان انا اشوح اللحمة اديها صدمة كده بسيطة، وبعد كده بنزل عليها بالمية السخنة. لازم انزل عليها بمية سخنة، ما ينفعش انزل بمية باردة. طريقتين لسلق اللحم. بس هنزل بقى عليها بمية سخنة، وهبتدي اشيل اي طبقة زفارة من على الوش لما تغلي. وبعد كده بنزل بقى ورق لورا، حبهان، لومي، فلفل اسود وملح. في ناس بتحب تحط جزر وبحط بصل. عامة الشوربة بتبقى طعمها حلو قوي بالخضار. وبحط ملح وفلفل اسود. بس كده. هكتب لك المقادير كاملة تحت الفيديو برضو، عشان لو حد حابب ان هو يعني يشوف ايه هي التوابل اللي انا حطيتها. هسيب بقى اللحمة براحتها خالص على النار لحد ما تستوي. لازم اول خطوة نعملها ان احنا نسلق اللحمة. بشوفها طبعا لان احنا بنحب اللحمة تكون مستوية جدا. هبتدي ان انا بعد نص ساعة مثلا اشوف اذا كانت اللحمة استوت ولا لا. لقيتها لسه، بسيبها بقوم مغطية عليها وسايباها في النار لحد ما تستوي براحتها. اول ما اللحمه بتستوي بقى ببتدي ان انا اعمل بقيه الخطوات اللي انا هشتغل بيها. كده كانت خلاص استوت معايا اللحمه، قفلت عليها النار وسبتها على جنب. تاني حاجه هنعمل الصلصه. اول حاجه هفرم 4 5 فصوص من الثوم، بس يكونوا كبار مش صغيرين. وهنزل عليهم برضو بمعلقه سمنه وعليها معلقه زيت. هبتدي ان انا احمر الثوم. اول ما الثوم يتحمر معايا هنزل عليه بربع كوبايه من الخل الابيض. لازم يوصل للون ده. هنزل عليه بربع كوباية من الخل. وبعد كده بشيل شوية منهم، عشان في ناس عندي بياكلوا الفتة بصلصة وناس بياكلوها بالخل والثوم بس. فهشيل حبة على جنب، وهبتدي ان انا انزل بكوباية من الصلصة، لان ما كانش عندي طماطم متوفرة، فبعمل صلصة على طول. بعمل على القد، يعني مش بكتر منها، لان في جزء ياكل كده وجزء بياكل كده. هسيب بقى الصلصة لحد ما تاخد كده غلوة محترمة على النار، وهحط عليها ملح وفلفل اسود، وبحط معلقة سكر صغيرة. وكده تاني حاجة خلصت، خلصنا الصلصة. هسيبها بس تاخد غلوة، وبعد كده اقفل عليها واسيبها على جنب. هي خطواتها بسيطة. هي بتبقى حاجات كتير، بس هي خطواتها بسيطة جدا. بعد كده هعمل الرز. اول حاجه بحط معلقه من السمنه البلدي برضو، وبعد كده بنزل بقى بكميه الرز اللي انت عايزاها. انا كنت عامله هنا كوبايتين من الرز. الرز اللي انا بستخدمه بياخد كوبايه ونص من الميه، ما بياخدش كوبايه عليه، حسب سوى الرز بتاعك. هنزل بقى عليه بنص كميه السوائل، هنزل بكميه شوربه وكميه ميه. مش هسقيه بميه بس ولا شوربه بس، لا، هنزل بميكس من الاتنين. بس اهم حاجه يكونوا الاتنين برضو سخنين. بعد ما تشوحيه كويس جدا في السمنه وحطيت عليه الملح وكل حاجه، هنزل بنص الكميه شوربه ونص الكميه ميه لحد ما يتشرب بقى معايا الميه. وهوطي عليه واخليه على النار لحد ما يستوي تماما. نيجي بقى لخطوه العيش. هنقطع العيش. انا بحب اقطع حجم قطعه العيش على قد البق بالظبط، مش بحب اقطع العيش كبير. يعني تاخدي المعلقه كده فيها قطعه العيش مع الرز وتاكليه على طول. ومش بحمره، بعمله في الفرن، بحط عليه بس بعد ما بقطعه بحطه تحت ورقة زبدة وادخله الفرن. بحط عليه سمنة او زيت المتوفر عندك، وبحط عليه فص ثوم
مفروم، بيخلي طعم العيش تحفة جدا مع الفتة. دي برضو تريك حلوة قوي في الفتة. بس هحط بقى عليه كله، هغلفه كله ومش بكتر برضو عشان ما تبقاش الاكله كلها دسمه. هنيجي بقى ايه بعد ما نخلص؟ هنحمر بقى الاول اللحمه. لو انتي بتحبي تاكليها مسلوقه كليها، انا حمرتها كده تحميره بسيطه. هجمع بقى كل اللي انا عملته ده دلوقتي ونقدم بقى احلى طبق فته. انا عن نفسي مش بحب ابل العيش، لو انتي بتحبي تبلي العيش بالشوربه دي برضو خطوه اختياريه مش اجباريه. هنا في ناس بتحب تاكل ما بيبقاش فيه عيش كتير، فبحط رز الاول، وبعد كده بحط صلصة الخل والثوم اللي انا عملتها. الجزء ده مش بياكل صلصة بقى معايا، وبحط شوية عيش كده صغيرين على الوش واللحمة. في ناس بتاكل كده الفتة عندي. الجزء التاني بقى، الفريق التاني بتاعي انا بياكل الفتة عادي جدا، بس برضو مش ببل العيش بتاعها، احنا بنحب ناكل العيش مقرمش. لو انتي بتحبي تاكلي العيش طري بتسقيه الاول بالشوربة والصلصة وتحطي المكونات. انا بحب احط الرز، بحط عليه العيش من فوق، والعيش طبعا مقرمش وحلو، انا بحب اكله كده. وبعد كده بنزل بقى عليه بالصلصة الحمراء، احنا مش بناكلها بالخل والثوم، احنا بناكلها بالصلصة. هنزل بقى بالصلصة بتاعتي، وهحط عليها اللحمة في الاخر خالص. طريقة تكوين الطبق دي بتاعتك انت بقى، زي ما انت بتحبي تحطي على العيش شوربة صلصة براحتك خالص. دي طريقة تقديمي انا. بس هنا كان الطبق بقى جاهز معايا، وكلنا احلى طبق فتة ممكن تاكلوه. كل سنة وانتم طيبين، وان شاء الله تكون طريقتي عجبتكم، وبتمنى ان انتوا تجربوها، واشوفكم تاني على خير في فيديو قريب، وباي باي.